يا صباح الجمال من شيماء جمال، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصراحة انا بقالي كام يوم كده بيجيلي مسجات جميلة جدا، بيجيلي تليفونات حلوة جدا، بيجيلي كلام حلو جدا تحفيزي، فيه شكرا وفي يعني اني استمري في اللي انت بتعمليه. لاني اكتشفت انا بصراحة كنت بعمل الفيديوز وبنزل على طول ومش فارق بقى يعني اللي بيسمع، ان انا حاسة ان انا عندي رسالة وعايزة اقدمها. فبامانه بجد شكرا لكل اللي بيبعت لي كلام حلو تحفيزي بيقول لي ان انا اكمل، لاني انا فعلا هدفي في الاول والاخير ان احنا نشجع بعض نحفز بعض. حسيت ان في روتين في حياتنا احنا مش عارفين نطلع منه، حسيت ان في، فقلت اعمل ولو حاجه بسيطه، رساله كل يوم كده فيها تحفيز وايجابيه وطاقه ايجابيه لكل مامي بتتفرج عليا. فانا ان شاء الله بدات ان انا ان شاء الله هعمل لكم سلسله كل يوم هنزل فيها فيديو كده قصير ان انا اقدر اشجعك عليه تكملي بيه بقيه يومك. وبصراحه كده هو مش لكم انتوا بس، لا ليا انا كمان، لان اوقات كتيره قوي ببقى محتاجه فعلا اسمع كلمه تقويني وكلمه تشجعني وكلمه تدعمني. بس اكتشفت ان مفيش حد هيقولك الكلام ده يا ست البنات، انتي الوحيده، انتي ايدك دي هي اللي هتطبطب عليكي، انتي اللي هتشجعي نفسك بنفسك. وحقيقي اكتشفت ان انا لما بعمل كده انا بتبقى طاقتي في السما بصراحه، احسن ما ابقى مستنياها من حد. طبعا لما بتيجي من حد قريب منك بتبقى حلوه وبتفرحي وبتستمتعي. ليه؟ لان هي فطرتنا ان احنا بنحب نسمع الكلام الحلو، الكلام اللي يشجعنا واللي يقوينا. ولكن لو ما تقلكيش الكلام ده، ايه، هنموت تحت التراب؟ نو نو نو، طول ما شيماء جمال موجوده ان شاء الله مفيش غير كل خير وسعاده. تعالوا نبتدي مع بعض النهارده اول يوم لينا في السلسله. انا عارفه كويس قوي انك شايله الحمل وشايله مسؤوليه تقيله قوي على قلبك، وكل يوم بتصحي بتبقى بنفس الروتين. لا وايه كمان، بتعدي يومك وممكن يكون محدش حاسس. بس حابه اقولك انك مش لوحدك، اقسم بالله انت مش لوحدك. في الاف الامهات زيك بيغلطوا وبيقعوا وبيحاولوا وبيبداوا من تاني. كفايه انك موجوده بتحاولي ونيتك صافيه. ونتكلم في موضوع النيه ده زي ما قلت لكم، كل يوم لازم نجدد نيتنا. يا رب اللهم اني نويت اني هبدا يومي بهدوء وسلام وامان، وهعمل اللي ربنا هيقدرني عليه. انت بتعملي اكتر من كفايه، انهضي وقومي وشجعي نفسك وطبطبي على نفسك ورتبي سريرك. وهقول لكم قصه ترتيب السرير ده. انا كنت في حكمه كده سمعتها من كام سنه، ان يعني لما بتقومي الصبح بترتبي سريرك كل يومك يعتبر مترتب. هبقى اجيب لكم الحكمه دي، بس هو ده مفهومها، اني عند بدايه ان انت ما بترتبي سريرك الصبح يومك كله مترتب وحياتك كلها مترتبه. حقيقي انا بقيت اعمل كده بقالي كام سنه. من الاخر، انت قويه وانت شايله كتير وانت تستاهلي وتستحقي. وصدقيني والله ربنا مش نايم ولا غافل على اللي انت بتعمليه، ربنا شايف دورك وشايف انت بتعملي ايه كويس. صباحكم جميل زيكم،